جه الوقت اللي نرد فيه على أصعب سؤال في مصر. السؤال اللي أي حد أول ما يسمع كلمة طرق وموانئ وشبكات لوجستية يقول لك: طب وأنا كمواطن فقير هستفيد إزاي؟ أنا مالي ومال الشحن والموانئ. واسمعني بتركيز، لأن الكلام اللي جاي ده أول مرة حد يشرحه للناس بالطريقة دي. واحد، أول حاجة، لما تكلفة النقل بتقل الأسعار بتقع. أكبر تكلفة على أي سلعة في مصر مش المصنع ومش الجمارك ومش الكهرباء. أكبر تكلفة هي النقل. لما عربية كانت بتاخد 6 ساعات عشان توصل بضايع من ميناء لمصنع ودلوقتي بتاخد ساعة ونص، ده معناه بنزين أقل، وقت أقل، سواق أقل، أعطال أقل، مصاريف نقل أقل، وكل ده بينزل جوه السعر النهائي للسلعة. يعني اللي بيشتري رز، سكر، زيت، أجهزة، هدوم، قطع غيار هتجيله أرخص من قبل. اللي كنا فاكرينه طرق للمرفهين هو في الحقيقة أكبر وسيلة لتقليل الأسعار على الفقير. ثاني نقطة، الطرق يساوي مصانع يساوي شغل. احنا اتكلمنا قبل كده ان المستثمر مش بيجي عشان الجو الجميل ولا الأهرامات ولا القعدة الحلوة على البحر. المستثمر بيدور على 3 حاجات: أمن، سرعة نقل، ميناء قوي يصدر منه بسرعة. ولما ال3 حاجات دول اتجمعوا لأول مرة بدأت مصانع تتفتح في العين السخنة، العاشر السادات، برج العرب، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، قنا الصناعية، شرق بورسعيد الصناعية. والمصانع دي شغلت مين؟ مواطنين عاديين، مش رجال أعمال، مش مستثمرين، مش ملاك شركات، عمال، فنيين، سواقين، مشرفين، أمن، إداريين. كل مصنع جديد هو فرصة شغل الناس مننا، واحنا بنشوف ده في كل محافظة.